قضية أو حالة وفاة تاع شخصين يعرفوا بعضهم، الأول مات في نهار والثاني مات بعده ب6 أيام. الحالة الأولى والثانية عندهم نفس الدرجة تاع الغموض، والناس ما هيش قادرة تحدد هل هي فعلا صدفة أم خطة، وكلش دارسينه ومخطينه. هذا بالضبط اللي صرا في عام 2020 في شهر جوان. كاينة واحدة اسمها ديشا عمرها 28 سنة. ايماجينيو أو تخيلوا إنها تلاحت من طابق 14 في مومباي في الهند. وتلاحظوا إني قلت تلاحت، ما قلتش لاحت روحها وما قلتش لاحوها، لأنه لحد الآن ما همش عارفين وما همش متأكدين. يا طبعا في تقرير وفاتها أو في ملف وفاتها عند الشرطة قالوا إنها انتحرت، لكن الغموض اللي لبس قضيتها لحد الآن ما زال قايم. في هذاك النهار اللي ديشا تلحت فيه من الطابق 14 بعض المصادر كانوا يقولوا باللي كانت فرحانة وكانت تحتفل مع أصحابها. فجأة قلت لهم إني رايحة الحمام أو التواليت، وفعلا راحت عادي، لكنها تأخرت، طولت ياسر وهي الداخل، حتى أصحابها لاحظوا إنه وين ديشا سبحان الله لحد الآن ما رجعتش. لما راحوا يطبطبوا على الباب لقوا سمعوا صوت الحنفية، سمعوا باللي راهي الداخل، هي ما سمعوهاش لكن سمعوا صوت الماء. فقالوا ممكن يا راهي تغسل في وجهها بما أنها كانت سكرانة باش تفطن شوي، أو كانت تستفرغ أو ترد وما حبتناش نسمعوها. راحوا خلاوها عطاولها وقت، لكن بعد مدة أخرى لاحظوا إنه ديشا مازال ما خرجتش من الحمام، وهذا شيء غريب لأنه طولت ياسر. فعلا راحوا حذا الباب تاع الحمام بقاو يسمعوا، لاحظوا إنه الصوت تاع الماء مازالوا نفس الصوت، نفس درجة الصوت، مش قال نقص ولا قوى، نفس الصوت. هنا قالوا امبوسيبل تكون تستفرغ من قبيل لحد الآن. قرروا إنهم يكسروا الباب، لكن ما كان حتى واحد، حتى ديشا اللي كانوا متأكدين من أنها سكرت الباب من وراها ما كانش. لما دخلوا للحمام يسمعوا باللي كاين ناس تصرخ أو تعيط، يروحوا يطلوا من الطاقة ويلقاو إنه كاين ناس متلمية مع بعضها ويعيطوا. لما شافوا من الشرفة أو البالكون تاع الطابق 14 شافوا إنه حتى جثة ديشا تشوف فيهم. ديشا انتحرت بدون سابق إنذار، بدون حتى ورقة خلتها من وراها أو رسالة. ديشا لحت روحها من طابق 14 ألوغ كو 5 دقائق من قبل كانت تضحك، كانت فرحانة، واصحابها عندهم فيديوهات وهي تضحك وتشطح وسكرانة وعادي جدا. شمعنا قررت تنتحر، وعلاه قررت تنتحر؟ بعدها داوها للمستشفى، وأكيد راح يعلنوا حالة وفاتها لأنه مستحيل تبقى حية من بعد ما شخص يتلاح أو يسقط من الطابق 14. بعد وفاة ديشا تخرج نظريتين. النظرية الأولى يا انتحرت لأنه ما كانش فرحانة في حياتها. النظرية الثانية تقول كانت سكرانة، راحت طلت من الشرفة أو البالكون، فقدت التوازن وطاحت، يعني ماتت بدون قصد، ما كانش في نيتها الانتحار. عادي صح؟ هذه الحالة تصرى الآلاف والآلاف إذا ما كانتش الملايين أصلا. شمعنا ديشا بالذات اللي تنوض على وفاتها بلبلة؟ وش هو السبب اللي خلى الناس ما تقتنعش بالنظريتين، لا الأولى ولا الثانية؟ خاصة أنه بعد وفاتها بأيام تخرج الشرطة ويقولوا ملف وفاة ديشا تمسح من قاعدة بيانات الشرطة. غلطة، اشمعنى هي اللي تمسح ملفها؟ يعني سي با لوجيك. كي شفتوا انه كاينه حالة وفاة نايض عليها بلبلة، وحتى نظريتين اللي خرجوهم الشرطة الناس ما صدقتهمش، مع اني لحد الان مانيش فاهمة علاه ما صدقتهمش. وتزيدوا للطينة بلة وتقولوا انه ملف قضية ديشا تمسح من قاعدة البيانات. هنا راهم يأكدوا للناس، بينوا للناس انه فعلا عندهم حق كي ما يصدقوش النظريتين. كيما نقولوا يا كيكشوز كي كلوش. بعد هذه الأحداث وبعد أيام أخرى يخرج سياسي كبير في البلاد يقول باللي الشرطة دارتها بالعاني، ماهوش مجرد غلطة، ويضيف إنه الشرطة مساهمة في تلفيق قضية ديشا، كاين حاجة أو كاين سر راهم يخبيوا فيه. خلال التشريح تاع جثة ديشا يقولوا إنه تم الاعتداء عليها. صراحة الفيديوهات اللي تفرجتها، بعض المقالات اللي قريتها، بعضها كانوا مكتوبة باللغة الهندية، كنت جست نعمل في كوبي كولي أو نسخ لصق باش نترجم. ما عرفتش إذا الاعتداء اللي تم على ديشا هل هو اعتداء جسدي معناها ضرب أو اعتداء آخر، ما على باليش، لكن ذكر أنه تم الاعتداء عليها قبل ما تموت. المهم نرجع لحكاية السياسي هذا اللي هدرت عليه. السياسي هذا يقول أنه وفاة ديشا ما عندوش علاقة لا بالانتحار ولا بفقدان توازن، لا بالعكس كاين حاجة راهي ما وراء الكواليس تصرى. ويقول أنه الشرطة مساهمة، وأيضا أنه وزير كبير
كبير كاين في البلاد ايضا مساهم. اوكي، شكون هي ديشا؟ علاه ناضت عليها البلبله هذه كل؟ وش هو المميز في حاله وفاتها حتى يهضر عليها الناس، قصدي الشعب الهندي، ويخرجوا سياسيين ايضا يهضروا عليها؟ يا سيدي، ديشا هي مديره اعمال اغلب النجوم الكبار في بوليوود، يعني الهنود النجوم تاع في بوليوود الهند الكبار اللي كنا نتفرجوا فيه من صغر، هي المانجر تاعهم او مديره اعمالهم. ويقولوا ايضا انه كانت عندها علاقه بالنخبه تاع بوليوود. لما نقول النخبه معناها نجوم الصف الاول، اميتاب باتشين، ايشواريا راي، غيرهم يا ربي كنا نتفرجوهم في الصغر، لا علينا مش موضوعنا. وبعض الاشخاص او الشخصيات اللي في بوليوود عندنا فريمون الحق ان نسموهم بوليوود مافيا. على بالنا بلي في كل وسط كاين مجموعه او كاين عصابه هما اللي يتحكموا في الاشخاص ويلعبوا بهم كدمى. كاين اشاعه تقولوا هذه راح نتعمقوا فيها من بعد في نهايه الفيديو، تقول انه هذو النخبه تاع بوليوود هما اللي قتلوها. السبب انها عرفت حاجه ما كانش لازم عليها تعرفها. المحير في الامر والحاجه اللي خلاتني نفيلمي هذا الفيديو او نخير هذه القصه، انه ديشا قبل ما تموت اتصلت بممثل تطلب في المساعده نتاعو. فاش يعاونها ولا فاش كانت حباته يعاونها الله اعلم، هذا الشيء ماهوش مذكور. اما الحاجه اللي خلاتني صح نقرا على الممثل هذا ولا نتفرج عليه حوايج، انه ديشا الممثل هذا اللي كلمته باش تطلب منه يعاونها مات، انتحر بعد 6 أيام من وفاة ديشا. وهو نفسه الممثل اللي راح نحكي عليه اليوم، سوشانت راجبوت. شوفوا القضية هذه أو المعلومات اللي راح نحكيها من بعد كلها نظريات وإشاعات، ما عندنا ولا دليل والو، لأنه كان جات كاين أدلة أصلا كراهي القضية تغلقت. هي تغلقت أما مش بالطريقة اللي رضات الناس. كلنا نعرفوا من كبيرنا لصغيرنا، سواء الجريمة تصرف في الهند أو في آخر بلاد المؤمنين، إذا كان المجرم فيها شخص عنده نفوذ، من سابع المستحيلات إنها تتحل. دايما نفس الشيء، يا يلفقوا الجريمة على أساس إنها انتحار، وهذا فعلا وش اللي صار في حكاية ديشا وسوشانت، يا يحصلوها في كبش فداء واحد آخر، يا تتقيد ضد مجهول. الناس تقول الاثنين منهم اللي هما ديشا وسوشانت كانوا عارفين سر كبير صار في بوليوود ما كانش لازم عليهم يعرفوه، أو ديشا هي اللي كانت تعرف هذا السر وقالته لسوشانت. ولما عرفوا إنه ديشا قبل ما تموت كلمت سوشانت وقالت له، إذن لفقوا له قضية الانتحار، وهذه كانت نهايته. الشرطة تقول انه اثناء انتحار سوشانت لما كانوا يعملوا في التحقيق وفتشوا في الحاسوب نتاعو، لقوا فعلا ليستوريك او الهيستوري في الحاسوب نتاعو يتفرج او يقرا على اخبار وفاة ديشا، وكان يحوس يعرف الناس وش راهي تقول. وكان حاكمه توتر، خاصة انه الناس عرفت باللي ديشا هي اللي كلماته اخر عبدة اتصلت به. كان حاكمه توتر انه يكون مشتبه به او الناس تشك فيه. 14 جوان 2020 يلقاو سوشانت شانق روحه في لاشومبر نتاعو او في الغرفه نتاعو. صدقوني الخبر تاع الوفاه نتاعو كان صدمه للناس كل، الشعب الهندي، لي فان تاعو، السياسيين في البلاد، الاعلام، اهله اكيد بلا ما نقولها، حتى الممثلين اللي كانوا يخدموا معاه. الوسط الفني كان في حالة صدمة لأنهم أصلا ما تجاوزوش حكاية وفاة أو قصة وفاة ديشا، خاصة في الظروف الغامضة اللي ماتت فيها. في العادة نسمعوا أنه لما الإنسان ينتحر يخلي رسالة من وراه، يفرغ فيها قلبه ويلوم فيها عباد، يلوم روحه. لا ديشا خلات رسالة انتحار، لا سوشانت خلى رسالة انتحار. ديشا نقدروا نتفهموا أنها ما خلاتش أو رسالة انتحار عفوا، لأنها كانت سكرانة، ما كانش عندها وقت، كانت في حفلة ومن بعد فجأة قررت تنتحر. أما في حالة سوشانت لما نحكي لكم على شخصيته مستحيل يكون من الناس اللي ما يخليش رسالة انتحار في حالة أنه فعلا انتحر، مستحيل. مع الوقت نقول لكم علاه. هذا سوشانت كان فعلا محبوب عند الناس، كانوا الناس يحبوه ياسر من قبل ما يكون مشهور. كان مهندس، كان ناجح في حياته. تخيلوا عفوا نسبة أو الكثافة السكانية في الهند، شفتوا الغاشي في الهند؟ إيبان سوشانت في التخرج نتاعو خرج هو السابع، كان نابغة بأتم معنى الكلمة، لكن قرر انه يتابع حلمه ويولي ممثل. وقرار انتحاره فجأة خلى الناس تطرح وتخرج نظريات وإشاعات عندها بداية وما عندهاش نهاية، لأنه ما كان حتى حاجة كانت تخليه ينتحر، خاصة انه في ذاك الوقت كان في عز الشهرة نتاعو. وكما تعرفنا على ديشا خلونا نتعرفوا على سوشانت، هكا باش تعرفوا الباك جراوند تاعهم وتقدروا تحكموا اسكو هما من العباد اللي عندهم ميول انتحارية ولا لا، ولا فعلا كلش ملفق. يا سيدي سوشانت هو آخر العنقود، أول صغير
مدير للعائلة، جاء بعد 4 بنات كبار عليه بياسر. تخيلوا انه امه كانت اشك فور تجيب بنت 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 بنت، واخر مرة يقولها طبيب انه عندك طفل. شفتوا هذوك الفرحة وهذاك الاحساس وذاك الفضول، يدرى كيفاش كان راح يكون، يدرى كيفاش راح يكون كيفاش راح نقدروا نربيوه، لانه حياتهم كامله هما يربوا غير في البنات. كانوا فعلا يستنوا فيه. سوشان تكبر مع 4 اخواتات، وكان فعلا صديق، كانوا يحكوا له اسرارهم، كانوا يشاركوا معاه اخبارهم. كان من هذاك النوع اللي يقدر المراه ويتفهم المراه، يتفهم باللي اوكي راهي مريضه، راهي عندها هرمونات، راهي. امه كانت صاحبته بالرغم من انه كان هو صغير، لكن بالنسبه لماماه اي مره تكون ماهيش مليحه، اي مره تكون عندها مشكل، ما تروحش لبناتها، تروح تكلم سوشانت. كان انسان يحب يضحك، يحب يتبهلل، يحب يدور الكلون في القسم نتاعو. وبين الطلاب اللي كان يقرا معاهم من البدايه حتى النهايه، كان هو دائما اطول واحد فيهم، وهو اللي يبان طويل ياسر في الفوتو. كان الطول تاعو 6 فيت، معناها حوالي 190 سنتيمتر. بالنسبه لكم معلومة تافهة صح، لكن صدقوني وانا نمشي معاكم بالاحداث راح تعرفوا علاش راني نذكر في هذه التفاصيل ممكن بالنسبة لكم تافهة، طول، وزن، حوايج كيما هك، لكن اي حاجة نقول لكم تذكروا هذه المعلومة، تأكدوا اني راح نعاود نذكرها من بعد. كان من الناس اللي يحب ومهووس بالفيزياء الفلكية والفلسفة ودراسة الكون. كان حاب يولي أسترونوت، وفعلا راح زار نازا مثلا، نازا أو ناسا I don't care. كان إنسان عنده شعبية حتى من قبل ما يولي ممثل، كان جدا محبوب فعلا، كانوا الناس كلها يحبوه. هذا الشيء اللي خلاهم ينتفضوا ويخرجوا للشارع ويعملوا مظاهرات بعد وفاته. في مرحلة الثانوية نتاعو سوشانت قرا في دلهي، والهاي سكول اللي قرا فيها أو الثانوية اللي قرا فيها ثانوية داخلية، معناها يبات ثم. كان عنده بروجرام 7:30 تاع العشية، دائما يتلقى مكالمة من عند أمه، وش راك لاباس بخير، تهلا في روحك، باي باي. لكن واحد النهار على 11:30 تاع الليل ماماه تكلموا، مش من عوايدها، لا، هما عندهم بروجرام 7:30 تكلموا. في هذيك لابيل 11:30 تاع الليل ماما تكلمه، يرفد عليها، يلقاها تبكي. قالت له أرواح أني حابة نشوفك، حابة نحكي معاك ومانيش مليحة. يقول بالك نفسيتها مش مليحة، ديبرسيون، مورالها طاح فجأة. حاول إنه يلطف الجو، حاول إنه يضحكها ويطلع لها المورال، لأنه ما يقدرش يروح لأنه كان عنده امتحانات. إلى غاك خوشي الغدوة من ذاك يتلقى اتصال، أمه ماتت فجأة نتيجة نزيف في المخ. من هذيك المكالمة النهار اللي انتحر فيه سوشانت وهو يلوم في روحه، ما قدرش يسامح روحه. تخيلوا عاش في تأنيب ضمير، كان غير رحت لها، كان غير شفتها، كان غير سمعت لها، كان غير قدرت نخرج من الثانوية ورحتها. الشرطة هذه التفصيلة قالوا ممكن الاكتئاب شدوا بسبب انه ما قدرش يروح يشوف ماماه وانتحر. الشرطة كانت هي الوحيدة في الكون اللي مصدقة فرضية الانتحار، اما الناس الاخرى لا. عام 2017 سوشانت ينزل واحد البوست على الانستغرام اكاونت نتاعو، هي عبارة عن قصيدة لماماه، جاء فيما معناه انه انتي وعدتيني انك راح تبقى ديما معايا، وانا وعدتك انه راح نبقى ديما نضحك، لكن ابارامون في زوج كنا نكذبوا، شغل لا انتي بقيتي معايا ولا انا بقيت نضحك. هنا نوصل لوحدة تفصيلة هي تافهة بالنسبة ليك وممكن بالنسبة لي، لكن ما كان حتى حاجة تافهة في قضايا كما هذه. صدقوني سوشانت كان من النوع اللي يحب الكتابة، يكتب قصائد، وكان ديما يكتب قصائد على امه مثلا، لكن ما كانش ينزلها، كان يكتب، عنده دفتر يوميات. فوالا اذا تتفكروا في بداية الفيديو قلت لكم بديشة اذا ما خلتش رسالة انتحار نقدر نتفهمها، اما سوشانت ما يخليش من وراه رسالة انتحار، هنا فعلا كاين حاجة، لانه سوشانت كان يكتب على كان فعلا انسان يحب يعشق الكتابة. شمعنا في اهم لحظة في حياته اللي هو قرار الانتحار ما يكتبش؟ بيزارنا. في مرحلة ما من حياته يتم تشخيصه بالADHD، جو كروا اسمه كيما هاك، هو اضطراب الحركة ونقص الانتباه، وأيضا تم تشخيصه إنه بيبولير أو منفصم الشخصية، وكان عنده اكتئاب، وكان فعلا يروح للأطباء نفسيين وكان يشرب دواء الاكتئاب. في مرحلة ما من حياته سوشانت يقرر إنه يسجل في مدرسة تاع رقص، فعلا يروح يسجل في مدرسة تاع رقص، والأستاذ اللي كان يقرر فيه قال له على بالك باللي انت مشروع ممثل ناجح في بوليوود، لانه تمثيلك ما يشبهش لتمثيل الاخرين. وهنا رشقت له الفكره في راسه، وفعلا سوشانت بدا المسيره نتاعو، ذهب اعلانات صغيره، مسلسلات صغيره، قصدي افلام صغيره وادوار صغيره، الى ان واحد العام عمل فيلم يحكي على لاعب مشهور هندي كبير. كان الفيلم هذا دخل المليارات، كان من أكثر 5 أفلام ربحا في الهند كامل.
ولكل شخص ناجح أعداء، هذا لوجيك صح؟ دول الممثلين في بوليوود كاين اللي بدا يكرهه، كاين اللي بدا يغير منه، كاين اللي بدا يعامله معاملة دونية، خاصة إنه مجموعة منهم كانوا يعيطوا له الأوتسايدر، معناها الدخيل، ما هوش واحد منهم. تخيلوا السبب عليه، لأنه دخل بلا معرفة. الممثلين اللي في بوليوود كامل يا جارهم منتج، يا باباهم مخرج، يا صاحبة فلانة تخدم مديرة تصوير انسي دو سويت، إلا هو دخل بالموهبة نتاعو. وهذا الشيء نادر إنك تدخل بالموهبة نتاعك، خاصة في الوسط الفني، سواء في بوليوود ولا هوليوود ولا غيرهم. كل مرة سوشانت كان يعمل حاجة وكان ينجح فيها، الناس كانت تتصفق له، وبدا يعمل في فانز وكذا، وكانوا بداوا يحبوا يكتشفوا تفاصيله، وش يحب يلبس، وش يحب ياكل، مع من يروح، مع من يخرج، وش يدير، وش هي هواياته وكذا وكذا، إلى أن يكتشفوا إنه كان مع علاقة مع ممثلة اسمها أنكيتا نظن، كانوا يحبوا بعضهم لدرجة كبيرة ياسر، وقرروا إنهم راح يعلنوا زواجهم أو راح يتزوجوا، لكن فجأة وبدون سابق إنذار ينفصلوا، والسبب الانفصال غير معروف لحد الآن. لكن كما على بالنا ربي يعطي لك حاجة وينحي لك حاجة، مستحيل يمد لك كلش باش ما تتفرعنش. وهذا بالضبط اللي صرا مع سوشانت، كل مرة كان ينجح، كان يكسب أكثر، كان الناس تعرفه أكثر وتصفق له أكثر، كل ما هو كان يحكمه اكتئاب. نظن إنكم راح تسمعوا صوت المطر في الفيديو، ديزولي. نفوتوا بعض التفاصيل وبعض الأعوام وبعض السنين ونروحوا لعام 2020، آخر عام في حياة سوشانت. كامل على بالنا بلي 2020 سنة ملعونة على جميع الناس، كوفيد، الحجر الصحي، الناس تموت، ما تخرجش من الدار، ما تديرش هاك بافيت، ما تنحيهاش. على بالي بلي كامل عشنا نفس الأحداث ونفس التفاصيل، ما يهمناش إذا كنا عايشين في أبارتمون 20 متر كاري ولا كنا عايشين في قصر، إذا كنا أغنياء أو فقراء، إذا كلينا كروفات ولا شربنا ما ورقدنا، كامل بشر، كامل الناس في كامل أنحاء العالم عشنا نفس التفاصيل. طبعا هذا الشيء يضم سوشانت أيضا، كان عايش في دار، كان عايش مع صاحبه وطباخ مقيم. طباخ مقيم معناها يسكن معاه في ذاك الدار، مخصص له غرفة وما يروحش الدار وساكن معاه. 3 جوان 2020 كان آخر بوست في الانستغرام تاع سوشانت، نشر فيه يحكي على أمه وإنه شحال توحشها. 14 جوان 2020 سوشانت يقرر إنه يلحقها، لأنه هذاك هو النهار اللي قرر فيه سوشانت إنه ينتحر. هذا إذا كان انتحر. سؤالي راح نطرحه هنا باش نبدأ به جزء واحد آخر من القصة، هل فعلا سوشانت اللي قرر ينتحر أم كاين شخص واحد آخر قرر في بلاصتو؟ هذاك النهار ينوض سوشانت من رقاد، يروح للمطبخ، يحط كاس جو ويديه معاه الغرفة نتاعو ويغلق الباب على روحه. سؤال راح نطرحه أنا نفسي ما بصوت عالي، واحد راح ينتحر علاه يشرب كاس جو أصلا؟ على بالكم باللي واحد راح ينتحر مورالو كيفاش راح يكون التوتر والخوف ونانانينا، اسكو راح يكون عنده المورال إنه فعلا يشرب كاس جو؟ تبالكم حاجة تافهة صح؟ أما صدقوني ما هيش حاجة تافهة. يدخل بغرفته، يغلق الباب ويقرر إنه راح يقرأ كتاب كالعادة. توصل الساعة 11:30، يروح هذاك الطباخ المقيم يطبطب الباب عليه باش يسقسيه واش نطيب لك. يطبطب سوشانت ما يحلش الباب. هذاك الطباخ يقول أكيد رجع رقد. يرجع الطباخ للمطبخ يكمل الشغل نتاعو ولا واش كان يدير. بعد مدة قصيرة يجي صاحب سوشانت اللي عايش معاه في نفس الدار، يشوف هذاك الطباخ يعاود يطرح له السؤال واش راكم حابين ينطيب اليوم. وعلى فكرة راني رحت باش نسقسي سوشانت، راني طبطبت عليه الباب بصح ما حلش، أكيد يكون رجع رقد. صديقه اللي ساكن معاه يقول مستحيل سوشانت يبقى راقد لهذا الوقت أو ينوض ويرجع يرقد. فراحوا الاثنين الطباخ وصديق سوشانت يطبطبوا الباب، طب الباب ما يتفتحش، خاصة القوة تاع الخبطة أو تاع الضربة على الباب. حتى وكان راقد ينوض مستحيل ما يسمعش الباب بلي راهو يطبطبوا عليه. المحير في ردة فعلهم، نتخيلوا فقط السيناريو أو الموقف، نطبطب في الباب على واحد قريب نكسره والباب ما تفتحش، أكيد راح نكسر الباب، أكيد. هما لا يتصلوا بشخص مختص بفتح الأقفال. ردة فعل غريبة جدا لكن لا علينا. فعلا يجي هذا الشخص ويفتح الباب. يوصفوا المنظر بالكارثي لأنهم في حياتهم ما شافوا غرفة في حالة فوضى كما هك. ما هيش مجرد قش في الأرض وسيد الطاير، لا، حالة الفوضى اللي كانت فيها الغرفة مش طبيعية. أما بالنسبة لسوشانت عفوا
معلق في السيلين فان أو في مروحة السقف. ثاني ردة فعل غريبة يقوموا بها هاد الثلاثة أشخاص إنه ما يتصلش بالشرطة، لا يتصل بأهل سوشانت وهما يتصلوا بالشرطة. وين راهي وذنك؟ هاهي وين راهي، يعني بالعوض باش يشوف صاحبه قاتل روحه ورابط روحه يروح ديريكت يكلم لا بوليس. نو، أول حاجة عملوها الشرطة هو ترتيب الزمني أو ترتيب الأحداث باش يربطوا الأحداث مع بعضها. لقاو باللي سوشانت ناض من رقاد على 10، خرج من غرفته 10:30، دا معاه كاس الجو ورجع لغرفته وغلق الباب. من 11:30 للوحدة وهو ما كان داخل الغرفة تاعو. من 11:30 للوحدة والطباخ حاول يروح له ما فتحش الباب، رجع للكوزينة وفوالا. إذا الوقت اللي سوشانت قرر ينتحر فيه محصور بين 11:30 والوحدة تاع العشية. يقولوا إنه شنق روحه بخيط أو الحزام تاع غوب دو شامبر أو سورتي دو بان. تعرفوا ذاك الغوب اللي نلبسوها كي نكونوا في الغرفة أو نكونوا خارجين من دوش، لكن لقاوه الخيط مقطع من قوة ثقل جسم الضحية. ما كان ولا رسالة لا حتى حاجة خلاها من وراه قبل ما ينتحر. وهما يفتشوا في الغرفة نتاعو لقاو دواء تاع اكتئاب. they were like اوكي انتحر إنسان مكتئب يروح لبسيكولوج في غرفته، دواء اكتئاب مع الكوفيد مع الحجر الصحي انتحر. واو. الحاجة اللي تنرفز انه غرفته تعتبر مسرح جريمة. صح، انتحر ما انتحرش، في اي مكان كاين جسد عفوا تاع واحد ميت سواء قتلوه او قتل روحه، هذاك المكان يعتبر مسرح جريمة. الشرطة ما حوطتش مسرح الجريمة، ما رفدوش البصمات ومن هب ودب دخل. كاين جيران سمعوا بالحادثة جاو دخلوا، غاشي كبير دخل للغرفة، قصدي المسرح الجريمة. كمية الإهمال اللي جاء في القضية هذه هو اللي خلى الناس تشك اسكو راهم يديروا فيها بالعاني ولا كاينه حاجة راهم يحاولوا يغطيوا فيها. لا عليه. الشرطة حبوا يقطعوا الشك باليقين ويأكدوا للناس انه سوشانت ينتحر. بداوا يسقسيوا في اصدقاء وفي عائلته وفي الناس اللي كانوا قراب ليه، يكتشفوا انه كان على علاقة بممثلة ماشي اللي ذكرتها لكم في البداية، واحدة اخرى اسمها ريا. هذا الاسم راح نذكره ياسر. وانفصلت عليه 3 أيام قبل، معناها 3 أيام قبل ما يموت سوشانت انفصل هو وريا. لكن لقاوهم كلهم تحت الصدمة، يعني ما داو حتى معلومة مفيدة من عندهم. يجي وقت التشريح، وما أدراك ما وقت التشريح. أنا في حياتي ما قريت علوم طبيعية غير في مرحلة المتوسط، كنت صغيرة نقراو على التربة وعلى كذا. بلاك نعمل تشريح أحسن من 3 دكاترة اللي يشرحوا الجسم. صدقوني أكثر حاجة تصيب بالضغط هي الفترة اللي تم فيها التشريح. عملوا تشريح، يخرج تقرير الطب الشرعي سبب الوفاة الاختناق بسبب الشنق أو الموت شنقا، مكتوبة فيها الاختناق. إذن الشرطة تأكد باللي هذا الشخص انتحر وما كان حتى شبهة جنائية في الموضوع. يهزوا الجثة ويمدوها لأهله. وطبعا بعض الديانات في الهند يحرقوا الميت، فعلا حرقوه. قبل ما ننتقل لنقطة جديدة خلينا نبقى فقط في تفاصيل التشريح. ذكروا أنه التشريح تم في واحد المستشفى اسمها كوبر. ذكروا اسم المستشفى كوبر. التشريح تم تحت إشراف 3 دكاترة. أوكي. في الوقت اللي كان يتم فيه تشريح وبعد التشريح وبعد ما استلموا الجثة وحرقوا الجثة وعملوا الجنازة عفوا، الجميع كان تحت الصدمة، ما انتبهوش لكاين تفاصيل أو ثغرات صارت في القضية هذه، ما انتبهولهاش. لذلك ما تولهوش ليسر حوايج وليسر الغلطات نورمالمون ما توقعش. بعدها يبداو الممثلين يخرجوا يحكيوا ويوعيوا الناس، خاصة المصابين بالاكتئاب، باللي لازم تتعالجوا، لازم إذا كنتوا مكتئبين لازم تروحوا للبسيكولوج، ما تحشموش نانا يعملوا في حملات توعية. بدات الناس تتكلم شوي وتهدى، وبدأ غشاء الصدمة يتنحى من عينيهم. يعني يبداو يعملوا فهمتوا قصدي صح؟ بداو يطرحوا في الأسئلة. ديشا انتحرت، سوشانت انتحر. ديشا ما خلت حتى رسالة انتحار، انتحرت فجأة. سوشانت ما خلى حتى رسالة انتحار، انتحر فجأة. آخر مكالمة تاع ديشا كلمت فيها سوشانت، وش قالت له فيها؟ هل هذيك المكالمة هي اللي خلاتهم يتخلصوا من سوشانت؟ كيفاه عرفوا أصلا باللي ديشا اتصلت بسوشانت إلا إذا كانت مراقبة؟ في آخر نهار أو في آخر لحظات ديشا كانت في
حفلة مع أصحابها، معناها ما كان حتى دخيل ما بيناتهم. هل تم تجنيد واحد من صحابها مثلا؟ هذه أسئلة كل طرحها مخي الصراحة. يعني بعد هذه التساؤلات اللي بدأوا الناس يطرحوا فيها وبدأوا يحطوا دي بوست هكا في السوشيال ميديا أو في مواقع التواصل الاجتماعي وكذا، تخرج الشرطة وتعاود ترجع تحكي على حاسوب سوشانت وتقول إنه لقاو بعض البحوث تاع سوشانت كاتب فيها كيفية الموت بدون ألم، وأيضا كان يبحث بكثرة على تفاصيل موت ديشا. كان كما ذكرت كان خايف إنه الناس تشك فيه، وكان خايف إنه الناس تعتبره مشتبه به بما أنه آخر واحدة اتصلت به هي. الناس ما كانوش مصدقين ومن سابع المستحيلات يصدقوا الشرطة. كان عندهم هذاك الإحساس إنه الموضوع فيه إنه وأخواتها. تخرج عائلة الضحية، معناها يخرجوا أهل سوشانت ويكذبوا كلام الشرطة، يقولوا مستحيل سوشانت ينتحر، في حياته ما كان عنده ميول انتحارية، قد ما طاحت به بعد وفاة أمه وقد ما كان مكتئب صح، وكان عنده خاصة هذاك تأنيب الضمير اللي حكينا عليه إنه ما راح شاف أمه كي اتصلت به وكذا. لكن عمره ما يخليك تحس أصلا إنه هذا الإنسان قادر في يوم من الأيام يعمل حاجة كما هك. وهذا الشيء اللي خلاهم يخرجوا ويطالبوا إنه يتم فتح القضية من دور جديد. لكن هذه المرة يوجهوا رسالتهم للسي بي آي. السي بي آي هي كما الاف بي آي تاع الأمريكان، في الهند كاينه السي بي آي. بعد ما الأهل خرجوا وحكاوا هذا الشيء، يطالبوا المستعملي المواقع التواصل الاجتماعي إنهم يعملوا حملات باش يعاونوهم إنه يتم فتح القضية. وفعلا الناس تبدأ تنشر على القضية ويبدأوا ينشروا يطالبوا السي بي آي إنهم فعلا يفتحوا، لازم عليهم يفتحوا القضية، كاينه حاجة غلطة في الموضوع. فئة كبيرة من الشعب بعد ما بدأوا يفوقوا من صدمة الوفاة الأولى والثانية تاع ديشا وسوشانت، بدأوا يطرحوا في الأسئلة، بدأوا يربطوا في الأحداث والخيوط مع بعضها، خاصة الإهمال اللي صرا وقت التشريح. عمركم يا ناس شفتوا شهادة وفاة أو تقرير طب شرعي ما فيهش ساعة الوفاة أو الوقت، حتى الوقت التقريبي ما عليهش؟ حاجة من الأساسيات في التقرير الطب الشرعي إنه يقولوا هذا الإنسان على قده مات. ما كانش. الجثة تم تشريحها في الليل، نورمالمون يستنوا الصباح ويبدأوا التشريح. هما شرحوا الجثة بالضبط وقت ما وصلتهم. علاش كانوا مزروبين؟ وش هي الحاجة اللي كانوا حابين جست يكملوها في ساعة ويتهنوا من الموضوع مثلا؟ ننتقلوا لنقطة أخرى ما عندهاش علاقة بالتشريح هذه المرة. إذا ذكرت لكم إنه لما الشرطة كانت تعمل في أبحاثها أو في ريشيرش تاعها، لقاو إنه كانت عنده صديقة وكانت ساكنة معاه اسمها ريا، وانفصلت عليه 3 أيام قبل وفاته، صح؟ شمعنا هي بالذات اللي يخرج الأب نتاعو ويقول ريا هي اللي قتلت ولدي، هي اللي كانت تعطيله في السم. يقول إنه السم اللي كانت تعطيله فيه ريا ما أعطتهولوش دفعة واحدة، بل أعطتهوله على عدة دفعات. وطالب السي بي آي مرة أخرى إنهم يحقوا معها، لكن حتى ويعاودوا يحقوا معها ما همش راح يلقاو نتيجة، ما همش راح يقدروا يتأكدوا. علاه؟ لأنه ما عادش كاين جثة، حتى باش يخرجوها من القبر ما كانش، الجثة تحرقت. وهنا رجعنا لنقطة الصفر. لكن الأب يبقى مصر إنه ريا لازم يتم القبض عليها، وقال حتى ويا سيدي نفترضوا إنه ما كانش تسمم فيه وما كانتش تحط له السم، كانت تزرع له في أفكار انتحارية في راسه كشغل ألي مانيبيولاتريس، كانت تأثر عليه بطريقة سلبية وتدفع فيه للانتحار. وبلا ما ننساو إنه الأب قال إنه كانت تستغله هي وأخوها وكانت تدي من عنده دراهم. السي بي آي يحقوا مع ريا وأخوها لمدة 10 ساعات، وفعلا يلقاو تحويلات مالية إنه سوشانت كان يبعث دراهم الريا بالهبل. فقلت لهم عادي ماي بوي فريند وكان يفورني عليا، هذا ما يعنيش إني درت له حاجة ولا ما يعنيش إني قتلته. وفعلا ما عندهم حتى دليل، كان يبعث لها في دراهم بكامل قواه العقلية. هذا الإنسان خلت الناس يزيدوا يهيجوا أكثر. يا سيدي كي لما السي بي آي سقساوها علاه تركتيه أو سبب انفصالك عليه 3 أيام قبل ما يموت، قلت لهم كان مكتئب، كان كئيب جدا، كان إنسان سلبي، كان you were saying he was your boyfriend. نورمالمون تسانديه كيكون منتحر، صح؟ ماشي تروحي تخليه بعد ما فرنا عليك وبعث لك دراهم ونانانينا، ولا خليتيه بالعاني باش تهربي وتخرجي منها كشعرة من العجين. لأنه كان انتحر وهي مازالها اون كوبل معاه أو في علاقة معاه، أكيد راح تكون مشتبه به رئيسي في الجريمة أو القضية. أب سوشانت يسكت؟ طبعا لا، ويقول ريا تبيع أو تاجر في المخدرات وتبيع فيهم للممثلين تاع بوليوود، ويضيف إنه هي اللي علقت سوشانت في الفان أو في المروحة
نجاحها بمساعدة 5 أشخاص. ما على باليش الأب وش كان عنده دليل باش يحكي الهضرة هذه، أو باش يكون يمد في تفاصيل دقيقة 5 أشخاص. ما قالش هي اللي علقته بمساعدة أشخاص، لا، كان عنده تفاصيل 5 أشخاص. فهمتوني مش نقصد؟ معناها تحسوه ما كانش يحكي من فراغ، لا، كان يحكي بالفم المليان، كان عنده حاجة باش يقدر يكون دقيق الأسبوع. لكني نفترض إنه كلامه صحيح وإنه ريا هي اللي علقته. وش الدافع؟ كامل على بالنا إنه الجرائم اللي راهي تصرخ خاصة القتل يكون وراها دافع، الانتقام، الكره، حوايج كيما هك. بالعكس هذا الإنسان كان يبعث لها في دراهم، كان يفورني عليها. علاش تقتلوا؟ ما عندها حتى دافع، إلا إذا تم دفع لها باش تقتلوا، أو حتى هي تم تجنيدها باش تقتلوا. كيما ممكن تم تجنيد واحد من أصدقاء ديشا باش يلوحها من طابق 14. الكلام اللي رانا نقوله فيه راح يبقى كلام، والنظريات راح تبقى نظريات، والإشاعات راح تبقى إشاعات. حاجة ما راح نقدروا نأكدوها، ولا هما يقدروا يأكدوها لأنه ما كانش جثة، ما يقدروش يعاودوا تشريح، ما يقدروا يعملوا حتى حاجة. الحاجة الوحيدة اللي CBI عندها هي تقرير الوفاة اللي يقول الاختناق وفقط، يعني لا يسمن ولا يغني من جوع هذاك التقرير. عندي سؤال، المستشفى اللي قلت لكم تفكروا اسمه كوبر، علاه كانوا مهملين للدرجة هذه؟ خاصة إنه الجثة اللي جاتهم هي جثة ممثل مشهور عنده ملايين المعجبين، نورمال ما يكونوا أكثر صرامة، صح؟ خاصة إنهم يلعبوا بالريبيوتاسيون تاع المستشفى أو سمعة المستشفى، صح؟ قبل ما يتم الإجابة على هذا السؤال، في مرحلة ما يتم تسريب مجموعة من الرسائل من هاتف تاع ريا. الرسائل اللي تم تسريبها هي رسائل من دي كليون تاع ناس طالبها بهذوك الحوايج اللي تبيع فيهم. ثم الأب عنده حق، ثم الأب كان يحكي ما كانش يحكي مجرد غل وحقد وكذا، كان يحكي بالدليل. تخيلوا إنه لقاو رسالة من الرسائل تاع ريا بعثتها لشخص ما على بالهمش شكون هو هذاك الشخص، وما على بالهمش الشخص اللي كانت تحكي عليه في الرسالة شكون هو. رسالة تقول حط له 3 أو 4 قطرات في القهوة ولا الشاي واستنى 30 دقيقة حتى يبان المفعول. هنا الناس ديريكت ربطتها بسوشانت وقالوا أكيد على جلهك الأب كان يقول كانت تسمد له في السم عن طريق دفعات. قلت لكم بلي الأب كان عنده حاجة، لكن ممكن كان خايف أو تحت تهديد أو ما على باليش، لكن أكيد ما كانش يحكي من فراغ. ورسائل ليها وهي تطلب أو دير في كوموند تاع واحد قار اسمه NDA، كي يستهلكوا الشخص يولي ما على بالوش وش راهو يدير وما يحسش وش راه يدير، وكي لما يزول المفعول تاعو من الجسم يخلي آثار نفسية سلبية جدا، يخلي الإنسان مدمر نفسيا، حتى والآثار تاعو تروح من جسمك أما تبقى في نفسيا تبقى. طبعا ريا راح تنفي كل الهضرة اللي راهي تدور عليها والرسائل تقول عليها فيك، وتهدر هي والمحامي تاعها وتقول إنها مستعدة تعمل اختبار كشف السموم، لكن CBI ما صدقوهاش. عادي نقدر نكون نبيع وما نستهلكوش، طباخ السم لا يتذوقه، صح؟ بعدها يتم القبض عليها مع 34 شخص من بينهم خوها بتهمة تجارة بالمخدرات، وتخرج محامية تاعها تهدر في العلن تقول إنها بريئة وتم نصب كمين لها. قلت لكم في بداية القصة إنه لما تكون كاينة جريمة المنفذ تاعها شخص عنده نفوذ دايما كاين كبش فداء. بعد ما يتم القبض على ريا ب10 أيام تخرج بكفالة، يخرجوها من يروحوا يشدوا صديقه اللي كان عايش معاه، من ما حقوش معاه في القضية يحقوا معاه في قضية تجارة بالمخدرات. مانيش على بالي علاش راهم مركزين ياسر مع تجارة المخدرات الوغ كو نورمالمون يركزوا في القضية اللي راهي مقلبة على جالها الهند. نخرجوا من مرحلة الشكوك في فلان وعلتان وهذاك وصديقها وريا وننني وندخلوا في مرحلة النظريات. النظرية الأولى وش تقول هي ريا قتلته، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. مباشرة معناها هي اللي فعلا علقاته مع مساعدة 5 أشخاص، غير مباشرة كانت تمدلو في هذاك MDA عن طريق دفعات حتى الشخص انتحر. النظرية الثانية بوليوود. النظرية الثالثة انه فعلا انتحر. النظرية الثالثة مصدقتها غير الشرطة وفي أقليل من الناس، أبقى ما كان حتى واحدة مصدقها. نروحوا للنظرية الثانية. لما ذكرت بوليوود في البداية قلت لكم انه كاين أشخاص كانوا يعيطوا له الأوتسايدر لأنه داخل بلا معرفة، وكاين ممثلين كبار ياسر نجوم صف أول كانوا يعاملوا فيه معاملة فيها إهانة، ما كانوش يحبوه، ما يعيطولوش في حفلاتهم. في الحفلات تاع تسليم الجوائز دايما ينحوه، حتى ويكون هو اللي راح يدي الجائزة لكن يبدلوا اسمه، دايما كانوا يعملوا معاه هاد اللقطات. وتخيلوا في فترة ما لما كان
الممثل لفقوا له قضية تحرش، والممثلة نفسها اللي قالوا بلي راهو تحرش بها خرجت ودافعت عليه وقالت ونفات، قالت لا ما تحرش بيا، بالعكس في حياتي ما شفت إنسان خلوق مهذب كيفه. بعض الممثلين أو الفنانين قالوا إنه راهم يمروا بنفس الشيء اللي سوشانت مر به، معاملة يحطوهم على جنب بمجرد إنهم ما عندهمش معرفة، حوايج كيما هكا. وأيضا كاين أسماء ذكرت، مثلا سلمان خان كان يقولوا إنه كان يعامل فيه معاملة مهينة جدا. كاين مذيع مشهور جدا في بوليوود أيضا كان يكرهه، نظن إنه المذيع اسمه كاران، هذو كامل كانوا يعاملوا فيه معاملة مزرية. حتى هو كي كان حي وكاين لقاء من اللي عملهم قال إنه كاين فعلا ناس تعاملني بأسلوب سيء جدا. المهم هذه النظرية الثانية اللي تتعلق ببوليوود تقول إنه هذه النخبة من الفنانين هم اللي قتلوه، هم اللي لفقوا قصة انتحاره. طبعا بوليوود ما همش سهلين، ما هيش راح تصعب عليهم إنه يلفقوا حكاية كما هذه أو مسرح جريمة كما هذا. في مرحلة من مراحل بعد وفاة سوشانت لما تم طرح السؤال على الشرطة علاش ديتوه لهذا المستشفى كوبر، قالوا الشرطة قالت إنه يعتبر أقرب مستشفى لداره، وهذا الشيء مش صحيح إطلاقا، بل كان كاين مستشفى آخر. لكن خلوني نقولكم على الشرطة قرر إنه تديه لهذا المستشفى كوبر. أول حاجة قالت هي إنه الشرطة كانت متفاهمة مع هذه النخبة إنه الجثة تروح لهذا المستشفى هذه في حد ذاتها كان نايض عليها واحد الجدال كبير، لأنه هي الراعي الرسمي لكل عمليات التشريح تاع ناس ماتوا بطريقة غامضة. مثلا ممثلين ماتوا بطريقة غامضة أو وفاتهم فيها غموض وتم تشريحهم بنفس الإهمال، نفس الشيء، نفس السيناريو. كاين واحد الممثلة مثلا اسمها جيا خان لقوها ميتة بنفس طريقة سوشانت، متعلقة في مروحة السقف. ممثلة أخرى اسمها ديفيا نفس الشيء. هل هي صدفة؟ هل مثلا الممثلي تاع بوليوود يتفاهموا مع بعضهم سنين كونترا يا ناس اوكا وجنهار حبيتوا تنتحروا بالطريقة هذه؟ مستحيل. الصدفة تحدث مرتين مش مرة 4 أو 5 أو أكثر. وطبعا النظرية الثالثة هي إنه فعلا انتحر لأنه كان خايف الشرطة تشك فيه أو الناس يهجموا عليه. هذه النظرية الثالثة كما ذكرت لكم مصدقينها الشرطة اللي هي أصلا اللي خرجتها وفئة قليلة جدا من الناس. عندي سؤال طرحته وأنا نكتب في القضية، لما لقاو سوشانت معلق في المروحة شكون اللي هبطوا؟ يا سيدي راح نصدقوا بليش نقرأ أنا من الناس وانتوما راح نصدقوا النظرية الثالثة إنه سوشانت انتحر. عاد قلت لكم إنه ملايين تنتحر. تذكروا لما قلت لكم إنه طوله 190 سنتيمتر، المروحة اللي كان معلق فيها سوشانت فوق سريره مباشرة، شتو وين يرقد فوقه مباشرة المروحة. لما تعملوا تمثيل أو تجسيد للخطوات اللي قام بها سوشانت وتجيبوا شخص بنفس طول سوشانت ويحاول إنه يعلق روحه في المروحة، رجليه يبقوا في السرير، ما يقدرش يتعلق، رجليه ما يدلاوش لأنه طويل. كيفاه كان مشنوق؟ تذكروا لما قلت لكم إنه الشرطة أهملت مسرح الجريمة وخلت الناس تدخل والناس تصوروا عادي جدا، وفي فترة وفاته أو بعد وفاته تم تسريب بعض الصور. يعني الناس شافته هو كي كان ما نظنش كان شافته كي كان معلق، لكن تم تسريب بعض الصور وإن كان راقد فوق سريره. بعض الخبراء لما شافوا الصور وشافوا آثار تاع الخنق، أول حاجة الآثار تاع الخنق آثار دائرية، معناها نفترضوا إنه واحد خنقه أو شنقه بخيط اللي كان يشنق فيه يا كان من وراه يا كان من قدامه. نظن مني كان من وراه لأنه آثار دائرية. اللي يشنق روحه يكون معلق صح، معناها الآثار راح تكون هك وتطلع لفوق لأنه الخيط راح يكون من الفوق. ثاني حاجة لاحظوها من الصور هي إنه الآثار تاع الخنق مرة أخرى والخيط اللي قالوا هذا هو الخيط اللي مات به أو شنق روحه به غير متطابقين تماما، ما عندهم حتى علاقة ببعضهم. معناها هذاك النوع من الخيوط اللي انتحر به سوشانت ما يخليش هذاك النوع من الآثار، يخلي آثار من نوع آخر. تذكروا لما قلت لكم في البداية إنه يقال أو قيل إنه سبب وفاة ديشا وسوشانت هو إنهم عرفوا سر، صح؟ الحاجة هذه أو السر هذا إنه النخبة تاع بوليوود أو نجوم صف أول كانوا داخلين في حوايج بلا ما نتعمقوا في هذوك التفاصيل لأنه ديجا الفيديو راح يكون طويل كارثي. أكيد تكونوا سمعتوا بقضية جيفري أبستين صح؟ يقولوا إنه هذا السر اللي عرفوه ديشا
قالوا سوشانت هو انه هذو النخبة راهم يعملوا في نفس الحوايج، نفس التحرش والأطفال و نفس الشيء، لذلك تم التخلص منهم لأنهم ما كانوش راضيين بالشيء اللي اكتشفوه. أنا كما ذكرت النظريات تبقى نظريات والإشاعات تبقى إشاعات، لا دليل ولا قضية مخلوقة بشكل يبرد القلب، والناس تبدأ تنسى وتبدأ تسكت وتصرى أحداث جديدة وكوفيد وتلقيح ولقاح، أحداث صارت خلت الناس تسكت شوي. حتى ديسمبر 2020 ثاني وجدة صرا يخرج شخص يحكي في الإعلام مرة واحدة. هذا الشخص يخدم في مستشفى كوبر وين في غرفة التشريح، يقول باللي أنا المكلف بخياطة الجثة بعد ما يكملوا الأطباء التشريح، وأنا اللي خيط جثة سوشانت. قال لما استلمنا الجثة أول ما شفتها ردة فعلي كانت هذا الشخص ماهوش منتحر، هذا الشخص مقتول. كإنسان عنده خبرة في التشريح وفي هذه الأمور نعرف الإنسان، نعرف الجثة هل انتحرت أو تم قتلها. سوشانت مقتول ماهوش منتحر. قال كي قلت كيما هك واحد من الأطباء قال لي اسكت وأخدم خدمتك، خلينا نكملوا بسرعة. يضيف أنه من أساسيات التشريح هو التصوير، لازم نصوروا كل من المراحل، كل تفاصيل التشريح من البداية حتى النهاية. قرروا أنهم ما يصوروش وما صورناش التشريح. علاه السبب؟ علاه كانوا مهتمين مركزين جدا أنهم يكملوا برك، المهم يكملوا تشريح وخلاص، ما داروا حتى حاجة. نفس الشخص قال إنه على بالكم باللي جثة سوشانت كان فيها كسور وكدمات. واحد انتحر، كسور منين جاو؟ كدمات منين جاو؟ غريبة صح؟ عندي سؤال راح نطرحه قبل ما نغلق الكاميرا. سوشانت ناض شرب جو ودخل لغرفته انتحر. الطباخ واللي فتح الباب وصديق اللي كان ساكن معاه كي شافوا الغرفة لقاوها باللي مقلبة طريقة لازم تشوفوها باش تصدقوا، ما تقدروش جوست تتخيلوها، كانت فعلا مقلبة. اوكي، طباخ كان وحده في الدار، ما سمعش فوضى، ما سمعش حس، ما سمع حتى حاجة. في نهاية الفيديو موت سوشانت عمل ضجة كبيرة جدا، لأنه كبشر فضوليين طريقة الوفاة اللي تحدث بهذه الطريقة راح تخلينا نقلقوا، راح تخلينا نحسوا بغضب، لانه حبينا ولا كرهنا راح نبقاو بشر. لازم نشفيو الغريزه تاعنا، غريزه الفضول، باش تمد الانسان او تقول للشخص اوكي ولدك انتحر شنق روحه بدون ادله، بدون اقناع، بدون اثباتات، اكيد راح تخليه في حاله غليان. لذلك الناس لما الشرطه ما بردتش قلب الناس، ما عطتلهاش تفاصيل، بدات تتخرج في النظريات. وكلش ممكن قادر يكون مقتول كما قادر يكون انتحر، مع انه التفاصيل اللي تم ذكرها أن تستبعد جدا نظرية الانتحار. اللي انتحر وش دير كسور في جسمه، وش دير كدمات في جسمه، الإهمال اللي صار في التشريح، ما صورتوش. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو. فقط نحب نقولكم بأنه الوقت اللي وصلنا ليه ما يرحمش. الواقع اللي رانا عايشين فيه اليوم واقع موسخ وقذر جدا جدا فعلا. استنوني في الفيديو الجاي إن شاء الله، ما نزيدش نطول كما غبت نظن قريب 4 شهور. راني نحاول، صدقوني راني نحاول. شكرا على المشاهدة. وإذا عندكم أي تساؤلات، عندكم قضية حابين نحوس عليها ولا حابين نفتش عليها، مش لازم تكون قضية قتل ولا أي حاجة، نظريات، مؤامرات، عادي جدا. and thank you.